يا أهلا بيكم. وصفتنا النهاردة هنعمل كيكة شوكولاتة سهلة ومكوناتها بسيطة، هشة وخفيفة. هنعمل لها كمان صوص شوكولاتة بسيط جدا، مش هنحتاج له أي مكونات مكلفة. أهم حاجة بقى في الآخر خالص هتاكلوا أحلى كيكة شوكولاتة ممكن تدوقوها، حرفيا بتدوب في البق. يلا بينا نبتدي على طول، بس قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، وإذا كنتم لسه ما اشتركتوش في القناة يسعدني اشتراككم فيها. أول حاجة هنعملها صوص الشوكولاتة، لأنه لازم يبرد تماما قبل ما نستعمله. المكونات اللي هنحتاجها 3 كوبايات من الحليب الطبيعي، ويفضل يكون حليب كامل الدسم، و3 معالق كبار مليانين من الدقيق، و3 معالق كبار مليانين من الكاكاو الخام الغير محلى. كل ما كان نوع الكاكاو كويس هيدي طعم للصوص وللكيك حلو قوي. كوباية الا ربع من السكر، وكيس من الكريم شانتيه اللي هو ال 45 جرام، تقريبا ربع كوباية، ومعلقة كبيرة مليانة من النشا، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقتين كبار مليانين من الزبدة. في حلة هنحط الحليب، وهنحط عليه الدقيق والكاكاو والسكر والنشا والفانيليا. هنخلي الكريم شانتيه والزبدة هنستعملهم كمان شوية. هنقلب المكونات دي كلها على البارد الأول تدوب كويس، وبعدين هنرفعها على النار. مع التقليب مش هنوقف تقليب خالص، وأول ما تدخل معانا في الغليان وتبقى بالقوام ده كده هنقفل عليها على طول. احنا مش عايزين نسيبها كتير على النار. بعد ما نقفل هنضيف عليه معلقتين الزبدة، وهنقلب لحد ما تسيح. هي هتسيح على طول من سخونية الصوص نفسه. معلقتين الزبدة دول بيعززوا طعم الصوص شوية، وكمان بيدوله لمعة حلوة قوي. هنفضي الصوص في بولة ونغطيه علشان ما يكونش أي طبقة على الوش. هنحطه في التلاجة ونسيبه لحد ما نخلص الكيكة بتاعتنا خالص. المكونات اللي هنحتاجها للكيكة: كوباية من السكر، 4 حبة بيض بحرارة الغرفة، كوباية ونص من الدقيق، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح. هننخل الأول المكونات الجافة مع بعضها، هنقلبهم مع بعض وهنسيبه على جنب شوية. في بولة هنحط البيض، ولازم يكون بحرارة الغرفة، وعليه هنحط السكر والفانيليا. هنخلطهم الأول على أقل سرعة لمدة دقيقة، وبعدين هنعلي السرعة على أعلى درجة. أنا استخدمت العجان، ممكن طبعا تستخدموا المضرب الكهربائي أو الخلاط. هنخلط لحد ما لون البيض يبقى فاتح والقوام كريمي وتقيل بالشكل ده. هنقلل السرعة على أقل درجة، وهنبتدي نحط الدقيق شوية بشوية، مش هنحطه كله مرة واحدة. ومش هنخلط كتير، يعني أول ما نلاقي الدقيق اختفى هنوقف تقليب على طول. لو بنستعمل المضرب الكهربائي أو الخلاط يبقى دورهم كده خلص، وهنعمل الخطوة دي بسباتولا أو بالمضرب السلك. هنكون مجهزين صينية مدهونة بسيط بالزبدة أو السمنة، وعليها رشة خفيفة من الدقيق. خليط الكيك هنوزعه في الصينية كويس، وهنخبطها بالراحة كده علشان لو فيها أي هوا يطلع. هنكون مسخنين الفرن من قبل ما نشتغل على درجة 170. هنحطها في الرف الأوسط، هتاخد معانا تقريبا 30 دقيقة. بنختبر نضجها بعود خشب. هنسيبها لحد ما تبرد، وهنجهز صوص بسيط هنسقيها بيه. كوباية ونص من الحليب، عايزينه يكون دافي مش بارد ولا سخن. هنحط عليه نص كوباية من كريمة الحلويات. ممكن نستبدل الكريمة بنص كوباية من الحليب، وثلاث أو 4 معالق كبار من القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن. هنحط عليه 3 معالق كبار مليانين من النسكويك، بيدي للكيك طعم ومذاق حلو قوي. لو النسكويك مش متوفر هنستعمل معلقة كبيرة مليانة من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة مليانة من السكر. هنقلب المكونات كلها مع بعضها تدوب كويس، وهنجيب الكيكة بعد ما بردت، أو ممكن تبقى دافية شوية لكن ما تبقاش سخنة. بعود خشبي أو خلة هنعمل فيها فتحات بالشكل ده، وهنسقيها بالصوص اللي جهزناه. هنغطيها بورقة من الفويل ونسيبها تتشرب الصوص براحتها لحد ما نجهز صوص الشوكولاتة. هنطلع الصوص من التلاجة، عايزينه يكون ساقع جدا. هنضيف عليه الكريم شانتيه، وهنضيف عليه كمان معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى، عشان صوص الشوكولاتة يبقى غامق مش عايزينه يبقى فاتح. هنقلب الأول المكونات كلها بمعلقة تختلط مع بعضها، وبعدين هنستعمل المضرب الكهربائي أو المضرب السلك. هنخلط لحد ما القوام يبقى معانا ناعم وكريمي جدا. مش عايزين صوص الشوكولاتة يبقى تقيل قوي، عايزينه يبقى بالقوام ده كده.
هنجيب صينية الكيك وهتكون اتشربت الصوص اللي حطيناها عليها كله. هنحط عليها صوص الشوكولاتة وهنوزعه على الوش كله كويس أوي. هي كده بقت جاهزة معانا. ممكن نستعملها زي ما هي كده، أو نزين الوش بأي حاجة موجودة عندنا. أنا جبت معلقتين من النوتيلا، دخلتهم الميكروويف لمدة ثواني بس يسيحوا شوية، وحطيتهم في كيس الحلواني وزينت بيهم الوش بالشكل ده. طعم النوتيلا هيعزز طعم الكيك شوية وهيديها طعم أحلى كمان. ممكن نبشر شوكولاتة ونوزعها على الوش. ممكن نستعمل كمان مكسرات متقطعة قطع صغيرة جدا ونزين بيها الوش. التزيين اللي هنحطه ده براحتكم حسب المتاح والموجود عندنا في البيت. هي كده خلاص بقت جاهزة معانا. ممكن نقدمها على طول بعد ما نخلصها، أو نحطها في التلاجة شوية، المكونات بس كلها تتماسك مع بعضها. الكيكة طالعة هشة وطرية وخفيفة جدا. الصوص اللي سقيناها بيه مخلي طعمها حلو قوي، وصوص الشوكولاتة كمان اللي حطيناه عليها طعمه رهيب، مع إننا مش مستعملين فيه ولا كريمة خفق ولا قشطة ولا حتى أي قطع من الشوكولاتة، لكن طعمه طلع رائع. أتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله، وبألف هنا على قلبكم مقدما.